ازاي يبقى عندك ربحيه من ماي واي. ازاي؟ اول هام عايزاك يكون عندك مهاره في البيع. هتعمليها ازاي؟ انت عندك بصي في الكتالوج على كل خصم 50%. 50% دي هتعمل معاكي مبيعات كويسه جدا. الشهر ده خصيصا الشركه عامله لك ايه؟ بعض الحاجات فيها خصومات 80%. فانت تتخيلي هتاخدي كل الخصومات دي زائد الهدايا زائد العروض زائد التنشيط، كل ده هتعمليها وهتاخدي مكافاه. ده بيعمل لك ربحيه كويسه جدا. طب في حاجه تانية كمان اقدر ادربك عليها وتقدري تشتغلي عليها. الربحيه الاولانيه كمان هتعملي ربحيه تاني اونلاين. ده كمان بيخليكي تقدري تعملي عن طريقه شجره، تقدري تعملي مبيعات كويسه جدا تزود معاكي الربحيه بتاعتك. زائد كمان انك انت لما بتعملي شجره، الشجره دي بيبقى فيها اقرب الناس لحضرتك، اختك قريبتك صديقتك صاحبتك، دي بتخشي تدخليها بتعمل لك كمان ربحيه تانيه. دي خلاص بتخليكي تاخدي مكافاه من الشركه كويسه جدا. فانت عندك هنا ايه؟ هتاخدي ربحيه عن طريق الاونلاين، ادي ده مكسب. هتاخدي ربحيه عن طريق الشركه، هتاخدي ربحيه تانيه عن طريق بناء شجره. ابني شجره تقدري تاخدي منها مكافاه كويسه جدا. ركزي معايا كويس جدا، واللي عايز يتابع معايا يا ريت يشارك معانا، اللي لسه ما اشتركش يشارك ويفعل الجرس، واللي شغال معانا يا ريت يعمل شير عشان خاطر فيديوهاتنا توصل للناس كلها، وتقدري تاخدي مكسب كويس عن طريق البيع عشان تقدري توصلي وتنجحي في ماي واي. الحته دي اللي انا بكلمك فيها تقدري تشتغلي عليها. النبع الصافي مع الحاجه صافي.